هو بالصلاة على النبي شاكب راكب كده النادي الاهلي طلع له كام في المصلحة بتاعت كاس افريقيا دي؟ بص يا معلم، هم رفعوا المكافأة السنة دي من 2.5 مليون دولار ل 4 مليون دولار للفايز باللقب، و2 مليون دولار للوصيف، غير شوية فلوس من الشركات الراعية اللي الاهلي حاطط بند في عقودهم ان هم يدفعوا مبلغ معين نظير الفوز بالبطولة الافريقية، غير مليون دولار نظير المشاركة في بطولة الانتر كونتيننتال. لكن كل ما تخش في البطولة وتخش في ادوار ابعد الفلوس بتزيد. ولو لاحظت ان جمال علام كده هتلاقيه كان فرحان ومبتسم، لان اتحاد الكرة طالع له لا مؤاخذة 5% من الفلوس ديت للاتحادات الوطنية. يعني اتحاد الكرة طالع له بتاع 10 مليون جنيه كده بقى، فلوس جامدة جدا بصراحة مقارنة بدوري ابطال اوروبا ولا اي حاجة لا مؤاخذة. يعني لو هنقول ريال مدريد لو فازت بدوري الابطال لا قدر الله هتاخد 20 مليون دولار، غير ان اديداس هتديها 7 مليون دولار. هي هتيجي تقول لي هي اديداس ما بتديش حاجة الاهلي؟ لا لا مؤاخذة. طيب